السلام عليكم. خليني اقول لك ان الموضوع اللي هتكلم فيه النهارده يمكن يكون جديد شويه زي الفيديو اللي فات بالظبط، لان نادرا لما تلاقي الموضوع ده بيحصل في البيوت المصريه. والموضوع ده هو اهميه تعليم الطبخ لاولادكم الاطفال وبعض الشباب اللي فوق سن 18 سنه اللي لسه عندهم حب وشغف ناحيه المطبخ. انا عارف ان الموضوع ده مش هيهم كل الناس، لكن اسمع الفيديو للاخر. وانا هنا اكيد بتكلم بشكل عام عن الولاد والبنات، مش البنات بس. صدقوني الموضوع ده مهم لأبعد الحدود، وأنا هنا بوصيكم أكتر عن الأطفال الصغيرين، لأن الشباب اللي من سن 15 ل 20 سنة هم كده كده شخصيتهم اتكونت خلاص. وهتلاقوا أغلبية الشباب دلوقتي ميولهم ناحية المطبخ والطبخ ممكن تكون بنسبة من 5 ل 10% مثلا، فدي نسبة مش كويسة. أما الأطفال اللي سنهم بيبدأ من 7-8 سنين لحد 14-15 سنة مثلا بيكون عندهم قابلية أكبر بأنهم يتعلموا الطبخ ويكتسبوا خبرات فيه، حتى ده في أي مجال مش في الطبخ بس. السن ده يتقبل الكلام ده. وفي دراسات أثبتت إن من فوائد مشاركة الطفل في الطبخ، عدوا معايا. الفايدة الأولى وأهم فايدة هي تقوية العلاقة بين أفراد الأسرة، إذا كانت بقى بين الأم وأولادها أو بين الولد وأخته أو حتى علاقة الأسرة كلها ببعض. وده في حالة إذا كان الأب بيشارك في المطبخ، رغم إنه مش مجبر إنه يشارك في المطبخ لأن ده مش دوره أصلا. ولكن برضو الأب اللي بيعمل كده أنا أحب أحييه على المشاركة العظيمة دي. المهم زي ما قلنا الموضوع ده هينمي حاجات كتير عند الطفل، ومنهم إنه هيتعلم يعني إيه روح المشاركة في البيت، زائد إنه هيتعلم الاستقلالية بالنفس. بمعنى إن ممكن في يوم من الأيام تلاقي الطفل بيعمل سندوتشات المدرسة بنفسه مثلا عشان يحس بالمسؤولية من صغره، وده طبعا محتاج تشجيع منكم. وكمان هتتطور عنده حاسة اللمس والتذوق، بحيث انه يعرف فرق الطعم مثلا بين كل أكلة والتانية، ويعرف يميز روايح الأكل من خلال حاسة الشم. كل دي فوائد ما تستهونوش بيها. ومهم كمان انكم تعرفوا الطفل ايه اللي المفروض يتاكل وايه اللي ما يتاكلش، وبكده المشاركة دي هتنمي عنده حتة الثقة في النفس وحرية التعبير عن رأيه مثلا في طعم أي أكلة يشوفها أو يعملها لأول مرة. وأهم حاجة في الموضوع ده كله هو إنكم هتملوا وقت فراغ الطفل، وفي نفس الوقت هيبقى تحت عينيكم. صدقوني الموضوع هيبقى أحسن لو خليتوه عادة عند الطفل، حتى لو يوم واحد بس في الأسبوع.